هو ليه ناس فاكرة إن الصيانة الدورية بتاعت العربية دي مجرد زيت وفلتر بس؟ لا يا سيدي، ده الموضوع كبير أوي. الزيت بتاع العربية ده بيتغير بالكيلومتر أو بالوقت، وكمان زيت الفتيس بيتغير كل 40,000 كيلومتر أو 60,000 كيلومتر حسب نوع عربيتك، والكتالوج بيقول لك غيره على موعد إيه. وكمان البوجيهات بتاعت العربية لو هي عادية بتتغير كل 40,000 كيلومتر، والاريديوم بتتغير كل 60,000 كيلومتر. وطبعا فلتر الهواء بيتغير كل 20,000 كيلومتر، ومع تغيير فلتر الهواء اعمل تنظيف للبوابة، وبعد ما تعمل تنظيف للبوابة هتعمل تكويد للبوابة عن طريق جهاز كشف الأعطال، مش إنك تشيل كابل البطارية وتقفله تاني. وكمان سلك البوجيهات لو العربية سلك بوجيهات ده بيتغير كل 60,000 كيلومتر، مع تغيير سير المجموعة وسير الكتينة اكتف تغيره كل 60,000 كيلومتر. وخد بالك ان سير المجموعه او سير الكتينه بيكون الاتجاه في تركيبه، ولو عكسته مش هيكمل معاك ال 60,000. سائل التبريد بيتغير كل 120,000 كيلومتر او لمده سنتين بالوقت او بالكيلومتر. فلتر البنزين مهم جدا ان انت تغيره، لو داخلي بيتغير كل 60,000 كيلومتر، ولو خارجي بيتغير كل 40,000 كيلومتر، ولو الترومبة كاملة بتغيرك كل 150,000 كيلومتر. كمان قلب ترومبة البنزين بيختلف من نوع عربية لنوع عربية، وقلب ترومبة البنزين هو بند أساسي من بنود الصيانة الدورية، واجب تغييره حسب الكيلومتر بتاع العربية. وطبعا علبة البيئة ما ننساهاش معانا، لأن هي بتتنضف عادي جدا بمنتج متخصص لتنظيف علبة البيئة. وعلبة البيئة بتتنضف في العربيات الكوري كل 60,000 كيلومتر أو 100,000 كيلومتر، واجب تنظيفها علشان تحافظ عليها وتحافظ على أداء العربية سلس والعربية مش مكتومة معاك. زيت الفرامل بيتغير كل 120,000 كيلومتر، وتيل الفرامل حسب الاستهلاك وهو بيتراوح ما بين 20,000 ل 40,000 حسب النوع وحسب استهلاك العميل لتيل الفرامل. فراش الزيت ده بيستخدم أقل وقت ممكن كل 40,000 كيلومتر أو 60,000 كيلومتر، وما ينفعش أعمل تنظيف فلاش كل تغيير الزيت، لأن في ناس بتعمل كده. وكمان لما بتيجي تكشف على العفشة بتبص على الكبالن وعلى القواعد بتاعة الموتور، حالتها كويسة ولا محتاجة صيانة أو تغيير. ويا ريت لو عملنا ضبط زوايا كل 60,000 كيلومتر على العربية، علشان لا قدر الله ما يحصلش معايا مشكلة على الطريق وأبدأ أدوس فرامل فالعربية يحصل فيها انحراف، فلا قدر الله تحصل مشكلة كبيرة بسبب الانحراف، بسبب ان الزوايا مش مظبوطة. فراجع على الزوايا بتاعتك حتى لو ما بتشتكيش كل 60,000 كيلومتر. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.